عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدجهلية على الجزء العلوي من جثة الطالب إيهاب عبد العزيز بعد 9 أيام من العثور على الجزء السفلي من جسده نتيجة شطره لنصفين بإحدى المصارف. وتبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من إحدى المصارف المائية. وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جري نقله إلى ثلاجة مشرحة مستشفى بالقاس واستدعاء أهلية المتوفي للتعرف عليه فضلا عن أخطار النيابة العامة تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة مع أخذ عينات منه بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقاتها بالجزء السفلي الذي جري دفنه مساء أمس الأربعاء. يذكر أن أسرة الطالب إيهاب عبد العزيز قد تسلمت مساء الأربعاء الجزء السفلي، وأدى المئات من الأهالي بصلاة الجنازة على الجزء الذي جري العثور عليه. وتجمع المئات من الأهالي القرية لحظة دفن الجزء السفلي بمقابر الأسرة، والذي جري وضعه في نعش خشبي وسط حالة من الحزن. وكانت لجنة من الطب الشرعي قد أجرت تقرير نهائي بشأن الجزء الذي عثر عليه بعد أن جري عمل تحليل البصمة الوراثية DNA